دايما بنسمع انه ملكوت الله ملكوت الله ملكوت الله، بس السؤال بيجي شو هو ملكوت الله وكيف انا قادر اختبره؟ كرمال هيك بقول الرب يسوع المسيح قال اطلبوا ملكوت الله اولا وبره والباقي يعطى لكم ويزاد. يعني اللي عم بيقول لي اياه انه انا بحاجه له اول شيء هو ملكوت الله، فالنقطه انه انا لازم اكون عم بفهم شو هو ملكوت الله لاقدر اكون عم بختبره. كرمال هيك بيرجع بيقول انه ما حدا يكذب عليكم ويقول لكم ملكوت الله هو هون وهونيك. الملكوت الله يكون معكم وساكن فيكم. طب كيف يعني بيكون معنا وساكن فينا؟ اليوم بيرجعوا بيسألوه هذا السؤال تلاميذه، بيقول لهم الرب يسوع المسيح ملكوت الله هو سلام وفرح وبر. يعني أنا لكون عم بختبر ملكوت الله هو لازم كون كيف بقدر قيس أنا إنه مختبر ملكوت الله؟ هو منسوب الفرح والسلام والبر الموجود فيي. وملكوت الله هو كناية عن حضور الله بحياتي، وجوده بحياتي. كرمال هيك بقول الرب يسوع المسيح إنه ها هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت وحدك الإله الحق والمسيح الذي أرسلته. يعني أنا كل بحاجة إني أعرف إله الحق اللي خلق كل شيء والمسيح تكون عم بختبر ملكوت الله ليصير ملكوت الله ساكن فيه من خلال الروح القدس. ولأعطيكم شيء عملي، اليوم أنا شخصياً كل مرة بدي أختبر ملكوت الله واختبر هيدا الملء أو الفرح والسلام، كل بحاجة له إنه يكون عم بجي وأقعد بمحضره وأكون مصدق ومآمن إنه الرب رح يتلاقى فيي هونيك ورح اختبر حضوره. واليوم ما ضروري اكون عم بحكي او عم بعمل شيء، يمكن بس مجرد انا اكون عم بدخل الى محضر الله، عم بقعد بحاله سكون وسايلنس، يعني بس عم بتلقى منه محبته وفرحه وسلامه. وانا شخصيا من دون هيدا الحضور ومن دون هيدا الملء ومن دون ملكوت الله اللي فيي ما بقدر كفي حياتي وما بقدر اعيش هيدي الحياه، مش بس حياتي المسيحيه، الحياه ككل. فنصيحتي لكم ما تقبلوا إنه ما يكون دايما ملكوت الله ممليكم وظاهر فيكم من حواليكم، والمنسوب لتقدروا تقصوه هو هدافي فرح وسلام وبر بحياتكم.